السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا طيبين وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير، وان شاء الله رمضان سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها. النهاردة هنعمل مع بعض ايه؟ شوفوا كده، هنعمل عصير برتقان بالجزر. يلا بينا بقى نجيب يعني نقطع البرتقان دوت والجزر اهو زي ما انتم شايفينه، هنقطعه ونسلقه. يلا نشوف هنعمل اهو حبايبي. قطعت الجزر والبرتقال بالشكل ده، وجايبه انا عصاره اهي عشان اعصر فيها البرتقال زي ما انتم شايفين كده. هعصره كله يعني واوريه لكم. وبعدين هروح دلوقتي كمان بعد ما اعصره احط الجزر ده على النار، احطه مع ميه يتسلق. ماشي، يلا بينا. اهو حبايبي الجزر اتسلق اهو، وطبعا بميته دي انا هحطه في الخلاط يتضرب مع عصير البرتقال. حوالي كيلو ونص برتقال عليهم حوالي 3 جزرات كبار. ماشي، هو ده حبايبي عصير البرتقال بالجزر. طبعا انا قلت لكم ان انا سلقت الجزر في ميه، انا الميه مش هرميها، انا الميه هحطها في الخلاط بالجزر بتاعها مع عصير البرتقال، وزي ما انتم شايفين كده وحليته، وزي ما انتم شايفين كده. وهي دي كانت وصفتنا النهارده، عصير البرتقال بالجزر. وجربوها بطريقتي واذا عجبتكم لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.